شبكة ESPN أعلنت عن قائمة بأفضل 25 لاعب في القرن ال21. ميسي تصدر القائمة ورونالدو جه في المركز الثاني. تفتكر نيمار كان في المركز الكام؟ نيمار جه في المركز ال20. Welcome to Brazil, where World Cup 2014 is well underway. I see Neymar, and I don't think that he is really think about the pressure. He might be carrying the expectations of his nation on his shoulders, but he's showing no signs of buckling. He's the star turn again. الهداف البرازيلي نيمار لن يتمكن بعد اليوم من المشاركة في مباريات المونديال 2014. لقد تعرض لكسر في الفقرة الثالثة من عموده الفقري. في بعض الأحيان لا أصدق حتى ما أقول، عندما كنت أقول 3-0 ثم 4-0 ثم 5-0 ف6-0 و7-0، في بعض الأحيان أشك وأقول هل صحيح 7-0 ألمانيا فايزة على البرازيل؟ 7-0 يا ناس في نصف نهائي كأس العالم. Desculpa a todo mundo, desculpa a todos os brasileiros. This was the worst Brazil team ever. A humiliation for the host nation. Brazil are out of the World Cup. ازاي نيمار اللي الكل كان مستنيه يسيطر على عالم الكوره بعد ميسي ورونالدو انتهى قبلهم؟ وليه البرازيل مش بيطلع منها لاعبين زي رونالدو، رونالدينيو ونيمار دلوقتي، اللعيبه اللي كورتهم مميزه جدا؟ وازاي منتخب البرازيل اللي كسب كاس العالم 5 مرات وعمره ما غاب عن اي مونديال دلوقتي وصل لانه بيعاني في التاهل ليه؟ النهارده هنتكلم عن تاريخ البرازيل وازاي وصلوا للوضع ده. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. هات لك كوبايه شاي ويلا نبدا. في ديسمبر 2022 البرازيل كانت في المركز الأول لتصنيف فيفا للمنتخبات، والنهاردة البرازيل في المركز الخامس، وبنسبة كبيرة هتنزل تحت أكتر الفترة الجاية. وأعتقد مش محتاج أقول إن عندهم مشاكل كتير لأن ده واضح، واللي بيحصل مع المنتخب مش حاجة مقبولة أو سهلة في البرازيل. كلنا عارفين إنهم أكتر شعب مهووس بالكورة في العالم. الكورة في البرازيل مش مجرد لعبة، هي مخرجهم من الفقر، وكانت سبب كبير في انتهاء العنصرية أو على الأقل تراجعها بشكل كبير دلوقتي. الكورة ابتدت في البرازيل في القرن ال19، ولكن لحد بداية القرن ال20 كان الوضع سيء جدا للكرة البرازيلية، وده لأن الأندية هناك كانت بتسمح للبرازيليين اللي بشرتهم بيضة من الطبقات الغنية بس هم اللي يلعبوا، وطبعا كانت هواية أكتر منها وظيفة. البرازيليين اللي من الطبقات الفقيرة أو العاملة أو اللي بشرتهم سودة ما كانش مسموح لهم باللعب في الأندية دي، والملاعب كانت ملك الأندية بس، فما كانش ينفع يلعبوا في أي ملاعب حتى. ولكن ده ما منعش البرازيليين إن هم يلعبوا في الشوارع، ولعب الشوارع ده كان انعكاس للثقافات المختلفة في البرازيل. مثلا أسلوب المراوغة البطيء اللي فيه حركات أقرب للرأس ده مستوحى من رقصة السامبا، ودي رقصة موجودة عند البرازيليين أصحاب البشرة السوداء. والدبل كيكس والحركات الهوائية كانت مستوحاة من أسلوب قتالي في البرازيل اسمه الكابييرا. والناس هناك في البرازيل كانوا بيسموا كرة الشوارع دي كرة السامبا أو فوتبول أرتشي، ودي كلمة بالبرتغالي معناها فن الكورة. ولأن البرازيل عندها تنوع ثقافي كبير ده كان سبب في ظهور الإبداع في الكورة هناك، وده كان مختلف عن العالم كله وقتها تقريبا. ولحد الثلاثينات الأندية ما كانتش بتلعب أي حد غير اللي احنا قلنا عليهم، اللي هم أصحاب البشرة البيضاء الأغنياء. وطبعا نتيجة لكده المنتخب كان كله لاعبين من الأندية دي، وكان بيتم اختيارهم في المنتخب من الأندية دي، وكان بيطلق عليهم منتخب السيليساو، وكلمة السيليساو دي برتغالي معناها المختارين. في كأس العالم 1930 تم إقصاء البرازيل بعد أول مباراتين بس في كأس العالم، والوضع فضل لحد كده لحد ما فريق فاسكو دي جاما كسب بطولة ريو دي جانيرو. والفريق ده كان مختلف لأنه كان بيسمح للاعبين من أصحاب البشرة السوداء أو من الطبقات العاملة باللعب ليه، وده شجع الأندية التانية تكرر نفس التجربة دي، وفجأة بقى عندنا أندية مليانة لاعبين من كل الطبقات في البرازيل، وده خلى الكورة وقتها تتحول لوظيفة أكتر منها هواية، والأندية بقت بتدفع للعيبة. طلع لاعبين مميزين كتير في البرازيل في الفترة دي زي رينايدس دا سيلفا مثلا، ويقال إن اللاعب ده هو اللي اخترع الدبل كيك. المهم اللاعب ده لعب في كأس عالم 1938 وكان أكتر لاعب سجل أهداف في المونديال، وده شجع الأندية أكتر وأكتر إنهم يتعاقدوا مع لاعبين من طبقات مختلفة، والفقر ولون البشرة ما بقاش عائق خالص. وفي سنة 1950 البرازيل استضافت كأس العالم عندها، والبطولة وقتها كانت بنظام نقط بس زي الدوريات، والبرازيل لعبت النهائي ضد الأوروجواي وكانوا محتاجين مكسب أو تعادل بس عشان يكسبوا البطولة. والمباراة دي يقال إن حضرها أكتر من 200,000 متفرج. وفي الدقيقة 79 حارس البرازيل اتقدم في هجمة للأوروجواي بالغلط، واللاعب استغل ده وسجل هدف، وده خلى كل الحضور في صدمة كبيرة، والمنتخب البرازيلي خسر البطولة على أرضه. واليوم ده بيطلق عليه الماراكانزو، وبسبب اليوم ده حارس مرمى البرازيل تعرض لعنصرية كبيرة وتهدد بالقتل.
وتشكلت قناعة في البرازيل إن الحراس السود لا يعتمد عليهم، والقناعة دي فضلت مستمرة لحد ديدا ما غيرها في الألفينات. المهم البرازيل في الفترة دي كانوا بيلعبوا بتيشيرت لونه أبيض، وبعد الصدمة دي غيروا التيشيرت بتاعهم للون الأصفر في المونديال اللي بعد ده. وفي قصص هناك في البرازيل بتقول إن سبب تغيير لون التيشيرت هو التشاؤم من اللون الأبيض بعد الخسارة بيه، ومصادر تانية بتقول إن سبب تغيير لون التيشيرت هو إعادة تعريف لهوية المنتخب البرازيلي، وإن الألوان دي كانت مستوحاة من العالم نفسه. وفي سنة 1958 البرازيل جابت لاعب عنده 17 سنة اسمه بيليه من حي فقير في ساو باولو، وفي النهائي ضد السويد في نفس السنة قدر يسجل هدفين، والبرازيل عذبت السويد في المباراة دي بأسلوبهم المرن والمراوغات الكتير، وقدروا يكسبوا أول كأس عالم ليهم بعد الفوز على السويد 5-2. بعدها قدروا يكسبوا كأس عالم 62 و70 عشان المنتخب البرازيلي قدم نفسه وقتها كأقوى منتخب في العالم. ولكن للأسف ده كان في الكورة بس، وضع الدولة نفسه كان وحش، الناس كانوا عايشين في فقر كبير والمنتخب هو كان المهرب الوحيد ليهم. وفي الثمانينات الكورة اتغيرت وما بقتش مجرد رياضة بس، بقت بيزنس كبير على مستوى العالم كله، وده بسبب انتشار بثوث المباريات في العالم كله. والأندية الغنية اللي هي طبيعي هتكون موجودة في أوروبا بدأوا يوقعوا مع أفضل لاعبين في العالم، والبرازيل كان عندها كتير منهم. وروماريو مثلا وقع مع برشلونة سنة 88 ب 12 مليون يورو، ولاعبين كتير بعده انتقلوا لأوروبا من البرازيل. وسنة 1994 رونالدو لعب أول مباراة ليه في منتخب البرازيل، وفي نفس السنة رونالدو انتقل لبي اس في ايندهوفن ب 5 مليون يورو، وبعدها انتقل لبرشلونة ب 15 مليون، وكان عنده 18 سنة بس وقتها. وبعد فترته مع برشلونة انتقل لإنتر ميلان ب 26 مليون يورو. والأندية الأوروبية بدأت تتعاقد مع لاعبين برازيليين كتير صغيرين، والأندية البرازيلية كانت بتصدر كل مواهبها لأوروبا بسرعة. وفي كأس عالم 2002 كان في قائمة المنتخب البرازيلي 11 لاعب من أصل 23 بيلعب في أوروبا. وفي كأس عالم 2006 كان 20 لاعب من أصل 23 بيلعبوا في أوروبا. وفي كأس عالم 2014 و2018 كانوا 22 لاعب من أصل 23. في 2022 كانوا 21 من 23. والعوامل دي كلها دلوقتي تخلينا نشوف إن البرازيل عندهم 3 مشاكل. الأولى إن اللاعبين بيروحوا أوروبا من سن صغير جدا، فمش بيتكون رابط ما بينهم وما بين الجمهور، ومش بيلحقوا يعيشوا في البرازيل كفاية. والتانية إن رحيل كل المواهب البرازيلية لأوروبا بيخلي اللاعبين يلعبوا زي الأوروبيين أكتر، وده معناه استعراض ومراوغات أقل بكتير من اللي الجمهور البرازيلي بيحب يشوفه. والتالتة بالإضافة لكل ده فحياة الناس في البرازيل صعبة، عشان كده بنلاقي إن معظم اللاعبين جايين من خلفيات فقيرة وما بيصدقوا يخرجوا من الفقر ده. وميكس الفقر ده مع الثراء السريع وعقلية البرازيليين بيخليهم ينتهوا بسرعة ويتصابوا كتير. ويا جماعة بجد اللاعيبة البرازيليين بيجي عليهم فترات وبتحسهم محششين. ويمكن أكتر قصة بتوضح الموضوع ده هو انتقال روبينيو لمانشستر سيتي بالغلط، كان فاكر في يوم تقديمه إنه انتقل لتشيلسي. فالعوامل دي كلها مع سوء الإدارة وفساد الدولة بيطلع منتخب مش متماسك في الآخر، وعادي جدا يحصل فيه كده. ألمانيا 7 البرازيل 0. في بعض الأحيان لا أصدق حتى ما أقول، عندما كنت أقول 3-0 ثم 4-0 ثم 5-0 ف6-0 و7-0، في بعض الأحيان أشك وأقول هل صحيح 7-0 ألمانيا فايزة على البرازيل؟ 7-0 يا ناس في نصف نهائي كاس العالم. حاجة مميزة جدا في البرازيل هي وجود لاعبين مهاريين في كل جيل. بيليه والجيل بتاعه، رونالدو، رونالدينيو، ريفالدو ونيمار. انا عارف ان ممكن ناس كتير تتضايق ان احنا ما قلناش على فينيسيوس او رودريجو او رافينيا حتى الموسم ده، بس رافينيا لاعب اوروبي اكتر منه برازيلي، مش بيستعرض تقريبا خالص ودايما جدي وايجابي على المرمى، وبالرغم من انه افضل لاعب في العالم الموسم ده او التاني ورا محمد صلاح، الا انه ضعيف في المراوغات 1 ضد 1، وده اللي خلى تشافي ينقله من على ان هو يكون جناح يمين لعمق الملعب او انه يلعب على الشمال شويه. وهانزي فليك كمان كمل على توظيف تشافي رافينيا وخلاه يكمل في نفس المركز. بالنسبه لفيني بتحس ان دايما عنده حاجه ناقصه، لانه بيعتمد على السرعه بدرجه كبيره، وبصراحه ما نقدرش نتجاهل المحاولات الفاشله المستمره للمراوغات اللي بيعملها باستمرار. ورودريجو يمكن يكون هو اكتر واحد مهاري فيهم، ولكنه مش بيستعرض تقريبا، وبيفكرني باسلوب ميسي لما كان جناح. وده مش تقليل لاي حد فيهم او انتقاد ليه، لكن بس مجرد شرح ليه انا مش بعتبرهم لاعبين برازيليين تقليديين، ودي اصلا متطلبات الكره دلوقتي، فده كله مش ذنبهم. وبالنسبة لنيمار فهو أكتر لاعب بيعمل توازن ما بين النقطتين دول، الاستعراض وإن هو إيجابي. وفعلا تحس لو نيمار كان موجود في بداية الألفينات كان زمانه في مكان تاني في التاريخ. نيمار بدأ قصته في نادي سانتوس، ولما كان عنده 17 سنة العالم كله كان بيتكلم عنه، وكان في أخبار كتير بتقول إن تشيلسي هيتعاقد معاه. ولكن نيمار على عكس البرازيليين وقتها اللي كانوا بينتقلوا لأوروبا بسرعة رفض عرض تشيلسي ووقع مع سانتوس عقد لمدة 5 سنين. وبداية نيمار مع البرازيل كانت وعادة، لأنه سجل هدف في أول مباراة ليه مع المنتخب، وفي 2011 سجل الهدف ده مع البرازيل وكسب جايزة بوشكاش، فالعالم بقى بيتكلم عنه أكتر وأكتر.
ونيمار فضل ان هو يستمر مع سانتوس وكمل معاهم عقده ل5 سنين وقدر يسجل فيهم 136 هدف، وده عمل له علاقه مع الجمهور البرازيلي اكتر. وبعد فترته في البرازيل نيمار انتقد، وعلى فكره ساندرو روسيل حصل له مشاكل كتير وقتها، ده كان رئيس برشلونه بسبب الصفقه دي، وتم اقالته بسببها كمان بعدها واتسجن، ولكن تم تبرئته من كل التهم بعدها. ما علينا من القصص دي دلوقتي. وفي الصيف نيمار شارك مع البرازيل في كاس القارات وقدر يسجل 4 اهداف في البطوله، وكسب افضل لاعب في النهائي ضد اسبانيا بعد فوز البرازيل عليهم 4-0. كل مشجع لبرشلونه كان مستني ومتحمس جدا انه يشوف نيمار بيلعب، وبالرغم من اول موسم ما كانش زي المتوقع ولكنه ما كانش وحش برضه، نقدر نقول انه كان متوسط، وده كان طبيعي لان اسلوب برشلونه صعب ومختلف عن البرازيل، ونيمار كمان كان صغير ولسه في بيئه جديده عليه. وبعد نهايه الموسم الاول الصعب نيمار كان عنده فرصه انه يرجع ويلعب بمستواه الحقيقي مع البرازيل في كاس عالم 2014 اللي كان مقام في البرازيل نفسها، ودي كانت احسن فرصه ان نيمار يرجع لمستواه لانه كان بيرتاح في البرازيل. ونيمار قدر يقدم اداء كبير مع المنتخب في البطوله دي في دور المجموعات وسجل 4 اهداف. وفي المباريات الاقصائيه البرازيل كانت محتاجه نيمار يسجل ضربه جزاء مهمه عشان يتاهلوا للدور الثاني، ونيمار قدر يسجل ضربه الجزاء دي. وفي ربع النهائي نيمار اتعرض لتدخل غبي من لاعب كولومبيا المدافع خوان زونجا، وتعرض لاصابه كبيره وما قدرش يكمل البطوله بعدها. الاصابه دي كانت كسر في فقره في ظهره، ولكن البرازيل قدرت تعدي من المباراه دي وتتاهل لنص النهائي. لو سالنا اي برازيلي النهارده هيقول ان يا ريت البرازيل كانت خسرت من كولومبيا في الماتش ده. المانيا دمرت المنتخب البرازيلي في نص النهائي في مباراه اقل حاجه يتقال عنها فيها ان هي كانت غريبه. انا فاكر في الماتش ده كان عندي 14 سنه واتفرجت على الشوط الاول بس، وبعدين من كتر ما الماتش كان غريب رحنا لعبنا بلاي ستيشن وسيبناه، اصلا محدش كان مستوعب ايه بيحصل. المهم بعد المونديال نيمار قدر يرجع لبرشلونه ويتعافى من الاصابه دي، وفي الموسم ده برشلونه تعاقد مع لويس سواريز، وبرشلونه شكلت الMSN تحت قياده المدرب الجديد لويس انريكي. وفي الموسم الاول للثلاثي مع بعض برشلونه قدر يحقق الثلاثيه، وبعيدا عن النتائج كمان الفريق كان ممتع وكان بيسجل اهداف من كل مكان، وتقريبا كان مستحيل الدفاع قصادهم. الMSN سجلوا 120 هدف في الموسم الاول، ونيمار ساهم ب 38 هدف منهم، وده اكتر بكتير من ال15 هدف اللي سجلهم في الموسم اللي قبله. بس المشكله ان برشلونه عندها ميسي، ومهما عملت كلاعب ميسي هيلعب احسن، ولكن الموسم اللي بعد الثلاثيه ميسي تعرض لاصابه وغاب لمده شهرين، والفتره دي كانت افضل فتره لنيمار مع برشلونه. ونيمار قدر يشيل الفريق في غياب ميسي وسجل 39 هدف عشان يكسب برشلونه بطوله الدوري. وكان في سؤال دايما بيتسال، نيمار هيحقق كام كره ذهبيه في المستقبل بعد ميسي ورونالدو؟ وفي موسم 16-17 نيمار جدد عقده مع برشلونه لحد 2021. وفي دور ثمن النهائي في موسم 16-17 برشلونه خسر في الذهاب من باريس سان جيرمان 4-0، وفي مباراه العوده نيمار قدم اداء كبير وسجل هدفين وصنع هدف، وبرشلونه عمل ريمونتادا على باريس، وده كله كان في اخر دقائق في المباراه. هذه هي تشكيله برشلونه ودوري ابطال اوروبا شامبيونز في 5-1 لولا كافاني لحد الان قلت لكم لو لم يسجل باريس سيغادر لان البارسا سيسجل. مش يضرب نيمار يوزع نيمار وجول جول 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 مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن البارسا يقلب الطاوله البارسا يقلب الطاوله. والمباراة دي بالتحديد نيمار كان أفضل لاعب فيها، ولكن بالرغم من كده خمنوا مين اللي صورته انتشرت في العالم كله وقتها؟ بس واعتقد في الوقت ده نيمار قرر الرحيل عن برشلونة. وبعد الخروج من يوفنتوس في ربع النهائي من دوري ابطال اوروبا وكمان خسارة الدوري الاسباني، نيمار وقع مع PSG ب 222 مليون يورو، وده كان قيمة كسر عقده عشان تبتدي مرحلة جديدة في حياة نيمار. وفي اول موسم ليه مع باريس نيمار كان بيعمل كل حاجه في الكوره، وكان بيلاقي الحريه اللي كان بيدور عليها مع برشلونه. نيمار وميسي لاعبين بيحبوا يسقطوا لعمق الملعب ويبنوا لعب لحد ما يوصلوا للجول، وفي ظل وجود ميسي كان مستحيل نيمار يقوم بالدور ده مع برشلونه. والمهم بعد فتره ناجحه ليه في اول موسم مع باريس، وبعد ما قدر يوصل انه ما بقاش مجرد وجه باريس بس ولكن الوجه الاعلامي للدوري الفرنسي كله، نيمار اتعرض لاصابه في رجله وغاب بسببها 3 شهور، والاصابه دي كانت قبل مواجهه ريال مدريد في دوري الابطال. ومع استمرار اصابات نيمار باريس تعاقد مع كيليان امبابي، وطبيعي لما تكون بتغيب باستمرار عن اهم مباريات الفريق مش هتكون النجم الاول، خصوصا لو المنافس ليك لاعب فرنسي. في 2018 نيمار كان عنده فرصه انه يرجع لمستوى تاني مع منتخبه في كاس العالم، والبرازيليين كانوا متفائلين بوجوده، بس للاسف البطوله ما كانتش كويسه ليه، وكان باين جدا عليه الارهاق وانه لسه متعافي من الاصابه ومش في كامل لياقته لسه. واللي صعب الدنيا اكتر، وعلى الرغم من ان نيمار كان بيتضرب كتير ولكنه كان بيمثل اكتر،
والتمثيل ده كان مستفز للإعلام والجمهور وسبب له انتقادات كتيرة. وبعد كأس العالم استمرت إصابات نيمار واستمر الانتقاد الموجه ليه، وكان صعب جدا إنه يبقى النجم الأول، خصوصا إن مبابي كسب كأس العالم مع فرنسا. ونيمار قدر يستعيد مستواه في 2020 وقدر يقدم أكبر مستوى ليه مع باريس في دوري الأبطال، وباريس فعلا قدر يوصل النهائي، ولكن للأسف خسر من بايرن ميونخ على أرضه. شكرا هانز فليك. وفي 2021 باريس سان جيرمان تعاقد مع ليونيل ميسي، ودي كانت حاجة مضحكة بصراحة، لأن بعد ما نيمار هرب من ظل ميسي لف ورجع له تاني. والدنيا كانت ماشية كويس مع باريس في الموسم ده، وقدر يكسب مان سيتي في أول مباراة في دور المجموعات، ولكن للأسف في نهاية دور المجموعات باريس كان في المركز الثاني، وده وقعهم ضد ريال مدريد. وتقريبا مستحيل أي فريق يكسب دوري الأبطال وهو عنده سلاسل هجوم مش بيشارك في الدفاع ولا في الضغط. يعني ليه اللي شرحناه اللي فات ده كان مؤثر؟ لأن وجود الثلاثة دول بيمنع بوتشيتينو إن هو يتصرف، إن هو يطبق مفهوم الريس ديفنس ده وهو بيدافع كويس. بتلاقي مواقف كتير احنا رايحين 3-3 4-4 5-5 7-7 زي كده، ونوبات ريال مدريد يقدر يدخل في نوبات استحواذ طويله. باريس عشان هو العدد قليل هو محتاج يضيق الملعب على قد ما يقدر. هو محتاج انه العدد اللي يرص الاربعه وقدامهم الثلاثه زي ما شفت في الصوره الاخيره كده. تمام. ومحتاج ان الملعب يضيق على قد ما يقدر. المهم موسم باريس انتهى، والمحطة الجاية لنيمار كانت كاس عالم 2022، ونيمار اتصاب في الكاحل في بداية البطولة، والكل اعتقد ان هي هتكون نهاية المونديال بالنسبة له، لكنه قدر يتعافى ويلعب تاني مع البرازيل في الادوار الاقصائية، وقدر يلعب مباراة ربع النهائي ضد كرواتيا، وسجل هدف مهم في المباراة دي، والهدف ده كان مهم بالنسبة له هو كمان لانه عادل فيه ارقام بليه كاس العالم. ولكن للاسف البرازيل خسرت في ضربات الجزاء في الماتش ده وخرجت من كاس العالم. والموسم اللي بعد كاس العالم نيمار اتصاب وغاب عن اكتر من نص الموسم، وفي اللحظة دي ادارة باريس قررت ان هي تتخلص من نيمار. بس ازاي تقدر تبيع نيمار؟ لاعب غالي جدا، مرتبه كبير، وكمان سجل اصابته اكبر، وعشان ما حدش في اوروبا قدر يتعاقد معاه الهلال السعودي قدم عرض لباريس ما يترفضش، ونيمار انتقل للهلال في 2023. وبعد شهرين بس مع الهلال نيمار اتعرض لقطع في الرباط الصليبي في مباراة ليه مع البرازيل، وفي سنة ونص نيمار لعب مع الهلال 13 مباراة بس قدر يسجل فيهم 5 أهداف وصنع 4، وتقاضى في السنة ونص دول 150 مليون يورو مع الهلال السعودي. وطبعا الموضوع كان محرج للهلال السعودي وكان محط سخرية للعالم كله، فالهلال قرر يفسخ عقد نيمار في يناير اللي فات ده. ونيمار بعد فسخ عقده مع الهلال بالتراضي وقع مع سانتوس في صفقة انتقال مجاني، ويقال انه عمل كده عشان يحضر نفسه لكاس العالم الجاي وكمان يقدر يرجع اوروبا في الصيف. ممكن كلام ناس كتير تستغربه، ولكن نيمار مسيرته مش فاشلة اطلاقا، ولكن البوتنشال اللي عنده هو اللي خلى الناس تحاسبه زي ميسي ورونالدو. وللاسف نيمار حرمنا من لاعب عبقري كان المفروض لسه يكون بيلعب وبينافس في اعلى مستوى في اوروبا. وفي رايك هل نيمار يقدر يلعب مع البرازيل كاس عالم كويس، وبعد كاس العالم هل هيقدر يرجع اوروبا؟ عرفني رايك في كومنت تحت، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. شكرا على المشاهدة، سلام. Na última semana, o Messi mesmo falou pra mim que você tá indo embora por quê? Porque você quer ser o melhor do mundo? Eu vou te fazer o melhor do mundo.